احنا هنا في سوتر، والشارع ده دخلته كده هتدخلنا على المكتبة. ده كده شباك التذاكر. هنا تمثال لأفروديت وشالوه وحطوا مكانه تماثيل الفصول الأربعة. التماثيل اللي على اللوحة دي كانت موجودة هنا بس برضه شالوها، بس معرفش ليه. تسنيم بتقولي ان دول كده متشالين عشان بيترمموا. ده جامد بصراحة. بس أنا مش شايفة مصطلح. ايه؟ مش شايفة مصطلح. استني تعالي نعمل زوم ونشوف. هو حاجة شبه إنسان راقع. لا يعني عقرب حاجة كده. انا بحب الحاجات دي قوي. الحرارة عشان لازم يكون موجودين في درجة حرارة معينة لأن هم أصلا متبهدلين، فوصلوا لدرجة حرارة معينة ممكن إن هم يدوبوا أكتر من كده عشان دي عملة إسلامية. دي عند الرسومات اللي عليها دي مش إسلامية، المفروض إنهم كاتبين كده كاتبين صح فعلا زمان قلت دي أوروبية ودي الإسلامية عشان دي مكتوب عليها رسول الله لا إله إلا الله. في الدايرة اللي في النص صورة الإخلاص وحواليها مكتوب الشهادة، وبره المفروض إنه بره بيكون مكتوب التاريخ ووقت السبك بس هي مش باينة. عارفة انتي السيجارة الطويلة هي حاجة شبه كده. سيجارة يعني، حاجة شبه كده. بس ده عليها يعني شكل بني ادمين. أيوة ما هي كان بيبقى عليها أشكال. شكلها جميل جدا جدا جدا. محطوطة في السليم ودي حتة كده شبه الحنفية كان بيبقى فيها رخامة تحت عشان كانت بتسقع المية. شكلها عشان جامد. مكانش عندنا في حاجات بتسقع المية زمان فكانوا بيسقعوها على رخام البيض.
عامله شبه الفرش اللي بيبقى في الصالونات. ايوه هو ده. كنت لسه بقول بسم الله الرحمن لراحه ايه، استنى، من الله وسعاده سلامه دي تقريبا. يلا ما علينا. فكره حلوه، فكره حلوه. مين في الوجه عشان يولعوا شوف الشارع بتاعنا دلوقتي. او شبه لمبات الجاز. هي المسجد الشريف نور الدين جروبي، ثم بعد جددها دي جددها وجعلها احنا بنفك خط. وجعلها استني، وجعلها معا خصبة، صح؟ هي اللي بعديها العد خصبة الغد على فكرة، لأن في نقطة فوق الفتحة. بجد. يلا ما علينا، الله يرحمه. طبعا مش محتاجة افككم مننا يعني. شايفة المربعات دي كانت موجودة في الكنائس. ده كان رسم وحي للمحاربين اللي هما ال 12 اللي كانوا أصدقاء سيدنا عيسى. طب ده دماغه راحت فين؟ أحيد دماغهم كلهم. طلعوهم من تحت مكتبة اسكندرية يعني. بجد؟ لما بيحفروا عشان يجددوا المكتبة بعد ما بدأت، دول طلعوهم من تحت المكتبة، والاتنين دول كانوا موجودين في حمام. حتى لو تاخدي بالك هنا استنى ده من المنظر يعني. الصورة الكلب هناك. كنت لسه هقولك هم أصلا كاتبين عنهم هناك. هي تحفة قوي. دي قطعة من كفن عليها نص الغلاويش، بس ما اعتقدش ان دي موميا. لا دي موميا بجد؟ يعني في انسان جوه ميت؟ ايوه. احي، يلا بينا. بصي، هو انا متذكر ان الحاجات دي كانت بتبقى موجودة عشان هما كانوا بيطلعوا اعضائهم يحطوها لهم. الحاجات الصغيرة دي؟ ايوه، من حاجات شبه البلد دي. يا نهار اسود. التماثيل الصغيرة دي اسمها الأشطي. اسمها ايه؟ أشطي. ايه؟ أشطي. وشطي؟ كانوا بيحطوا منهم كتير بتمثل الخدم بتوعهم، عشان لما كان الحاكم بيندفن كان بياخد معاه الخدم بتوعهم. مش فاكرة الرقم كان كام، بس تقريبا كان 90 واحد. 90 واحد؟ أيوة، كان بياخد 90 واحد من دول، هما كانوا بيقتلوا الخدم بتوعهم معاه. يا نهار اسود. دي الطالبة النجيبة او الخريجة النجيبة بقى اللي بتعرفنا على كل الآثار بقى. يعني انا جايباها معايا كدعم والله، بس يعني انا ما اعتقدش ان انا هلاقي دعم احسن من كده بجد. يعني دعم وفهم بقى وحاجات كتير بقى اوفر. انا مبهوره قوي بالحاجات دي، حاسه ان هي حلوه جدا. كانوا بيحطوا تنت ايام زمان.
دي بجد، انا بحب قوي 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 الحاجات دي. ايوه بس ده يعني شكله مألوف. يعني بنشوفها في الحاجات القديمة كده. ايوه دي تحفة تحفة تحفة. كزية بس جامدة قوي بصراحة، يعني الرقصات زمان كانوا شيك قوي كده. دي الحاجات اللي هي لابساها صح؟ واو بتاعت تحفة قوي. لسه عايزة اقولك شكله جامد بجد، واللي جنبها برضو فظيعة قوي. يعني ده تطريز يدوي او اعتقد يعني، بس هو حاجة يدوية. لا كل ده شغل يدوي، مش عارفة اسمها بالتحديد يعني، بس جامدة. وبرضو شغل يدوي. بس اعتقد ان الاكسسوارات دي تقيلة قوي. الاكسسوارات دي اكيد تقيلة. انا حاسة ان هي حديد. احي دي جزمة بصي. ده قبقاب من تونس مش من مصر. ده قبقاب وده من اليمن وده من المغرب. دي مجموعة عربية مش من مصر. دي حلوين قوي. الحاجات دي بصي بتاخد قلبي بجد. دي بقى مراحل اكتمال القمر. ده خطه. مكتبه كمان موجود. كل النياشين دي واخدها هدايا على مدى قد ايه من القائد العسكري المصري. وده الراديو بتاعه كان بيقعد يسمع فيه، وهو لسه شغال اصلا لحد الان. وده الكرسي بتاعه. شكلها فخم جدا جدا جدا. تخيلي بقى الهدايا والنياشين، كان بيحط النياشين. تبقى فظيعة دي. المكتب جامد. انا حاسه ان الكورنر ده تحفه قوي. ده
العريش. انا معجبه قوي. انا معجبه قوي بالكاس كاس فعلا حاسه شيك احلى حاجه. دي مرسومه طبعا. دي عروسه من دوله اللي معايا بقى. بدلة ايه؟ احيه اللي مات بيها. ايوه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. مش في اسم الكتاب، بس الكتاب ده من عند الفرنسيين اتكلم عن كل حاجه في مصر. دي كده كسوة الكعبة. عايزة اقول لكم ان هي في الحقيقة كبيرة قوي، فاللي ما راحش اصلا الحرم يعني انا اتفاجئت بالحجم زيكم بالظبط.